أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم المذءوم المدحور. بسم الله الفتاح الكريم ناصر الحق والهادي إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على نور الله المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، سلطان الأنبياء رحمة الله العظمى للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين. معنى رؤيا جد خطيرة وغريبة لم أسمع بمثلها من قبل. يقول: رأيت في مكان اسمه وادي الشياطين أو وادي إبليس، والجبال سوداء والنار غريبة الشكل واللون، زي لون برتقالي أو لون مختلف لا أتذكره بالضبط. كان إبليس يجلس على كرسي وبجانبه الدجال، وكلاهما شكله مخيف جدا، وأنا لم أكن إنسان، ربما متخفي في روح جني، يعني يقصد أنه كان يشاهد المنظر لكن لم يكن يظهر في صورة إنسان. هكذا حسيت. يقول الرأي: ورأيت الشياطين تتذلل لإبليس، أنهم فعلوا ما فعلوا مع الإمام المهدي والحوراء ولم يستسلموا، يعني يخبرون إبليس بأنهم فشلوا، واقترب موعد موتهم على يد الإمام المهدي. وكان إبليس يقول: لا، ما زالت الحروب مستمرة وما زالت هناك فرص. والشياطين تقول: نحن نستسلم لأنهم أقوياء وأنهم عملوا الكثير وحاولوا لكنهم لم يستسلموا. ويرددوا كلامهم ويرد عليهم إبليس ما أنه ما زالت هناك فرص لإيقاعهم. ورأيت إبليس على وجهه الذل والانكسار، وأنه كان يصدق الشياطين ولكنه يكابر، يعني كان إبليس يعلم أنهم فعلا فشلوا ولم يستطيعوا أن يفعلوا المزيد لكنه يكابر. أما عن الدجال رأيته يبكي وينظر على الأرض في كسرة وحزن أنهم خسروا جولتهم، وكنت فرحان. وبعد ذلك قالت الشياطين: لقد اقترب يوم موتنا، سنموت على يد المهدي. وأدركت أن إبليس وسلالته ستنتهي معه، وسيسجد قبل موته لسيدنا آدم عليه السلام. هذا الجزء نبدأ هنا التركيب: وسيسجد قبل موته لسيدنا آدم عليه السلام كما رفض من قبل، سيسجد غصبا عنه ويموت. وانتهت الرؤيا الغريبة العجيبة. هنا عدة أمور نستطيع أن نتناولها. أول شيء بالنسبة وادي الشياطين ويجلس إبليس والدجال، هذا أمر مفروغ منهم ويتعاونان معا، والرؤية تؤكد هذا التوفيق بينهم. الرؤية تؤكد أن الشياطين يبذلون الجهود أو أنهم أصبحوا على علم بالمهدي والحوراء. هذا أمر جديد للأمانة. هناك أمر آخر، أن المهدي سيخوض حربا ضد الشياطين، ليس ضد الإنس فقط، العصاة من الإنس، بل أيضا العصاة من الجان. هذا يعني أنهم في رعب شديد، وأنهم يعلمون أنهم سيقتلون على يده، يعني غالبية الشياطين ستموت على يد المهدي. هذه الحرب مهلكة، الحروب ستكون مهلكة بالمناسبة. يعني كل هذا أمر طبيعي، لكن غير الطبيعي في هذه الرؤية هو أن يسجد إبليس قهرا. للأمانة هذا شيء مفاجئ. قد يحدث، نعم قد يحدث جائز، ولكن الرؤية تبرز أمر العلماء احتاروا فيه ولم يجدوا له حلا، أن الدجال، وكما في الحديث وهذا أمر ثابت عندنا، أن الدجال سبب خروجه هو غضبة يغضبها، سيحدث أمر يسبب له غضب شديد. العلماء لا يذكرون ولا يعلمون سبب هذه الغضبة، لا يجدون إجابة عن هذه الغضبة ما هي. هذه الرؤية تؤكد هزيمة الشياطين واكتساحهم اكتساحا. قد تكون هذه هي الغضبة، وقد تكون الأخطر والأقوى، وهو إذلال إبليس بإجباره على السجود على يد الحفيد، يعني أن يأتي الحفيد عليه السلام سيدنا المهدي عليه السلام ويجبره على السجود. يعني معناه أنت تستطيع أن تذهب بنفسك لتسجد، لكن سنأتي بك رغما عنك، وكنت ترفض أن تسجد له حيا ستسجد على يد الحفيد مرغما، ولآدم وهو عند ربه. هذا الأمر أقرب للصدق والواقع، ليس لأنه لا يوجد سواه كمصدر، ولكن لأنه يتفق مع شدة الغضب، لأن الدجال لن يخرج لمجرد هزيمة، لأنه فشل في أشياء كثيرة، ولو كان يخرج لأمر لكان بالأحرى يخرج لمجرد ظهور المهدي. هذا في حد ذاته كان كفيل بخروجه، وانتصارات المهدي كانت كفيلة بخروجه، لكن يجب أن يكون
خروج الدجال لأمر غير اعتيادي، والأمر غير الاعتيادي هنا هي الهزيمة النهائية لإبليس وجنده. خلاص انكسار كامل، انكسار كده كامل. يتبقى إذن الأمر الآخر وهو إجباره على السجود، وهو أشد وأبقى، وهو أشد على الدجال. سجود إبليس أشد، لأن الدجال يجلس مع إبليس ليخطط ليس لإغواء البشرية فقط، وإنما لإثبات أن هؤلاء البشر لم يكونوا جديرين بأن يسجد لهم أو لأبيهم آدم. فعندما يجبر إبليس على السجود فإن هذا قمة الإذلال. كان يمكن أن يجبره الله على السجود بالمناسبة، ولكن أن يجبر على السجود وعلى يد المهدي، هذا الأمر لا طاقة لا لإبليس ولا للدجال به. فأنا أرى أن سبب خروج الدجال وفقا لهذه الرؤية سيكون السبب الأول وهو الأقوى، سجود إبليس مكرها، والسبب الثاني وهو أمر طبيعي بالمناسبة، هزيمته الساحقة الماحقة على يد المهدي أو كلاهما. فأبشروا وبشروا، والله أعلى وأعلم، وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله، يأذن به الفتاح العزيز الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.